أرحكاكم نعمل بسكويت جوز الهند في 10 دقائق بمكونات موجودة في كل بيت وكمان من غير البيض، والطعم رهيب أحلى من بتاع المحلات وما فيه أي مواد الحفظ. وبصراحة أنا بحب القمع بتاع لينا دهب، فحبيت كده أتفنن وأعمله لكم بالمفرمة التقليدية والقمع بتاع سويت دهب، وهعمل منشن لها عشان تتواصلوا معاه. بصراحة البسكويت طعمه خرافي، أو زي ما يقول لك تحفة، والمكونات بسيطة. نص كوباية من جوز الهند، عليها نص ملعقة صغيرة من الفانيليا بتعزز نكهة الجوز الهند. وأهم حاجة عشان أطلع نكهة الجوز الهند بضيف له نص كوباية من الموية السخنة، بقلبها وبغطيه وبخده في التلاجة يبرد تماما. لازم يبرد تماما عشان البسكويت ده ما فيه أي بيض ولا مادة رفع، يعني هنستعمل استبدالا للبيض. هنا بضيف له كوباية من سكر بودرة، وممكن تزودوا بتاع ملعقة كبيرة من سكر بودرة، ذرة من الملح، وبضربهم سويا لحد ما سكر بودرة يدوب معايا تماما، يعني كده القوام بتقل كده شوية معاكم. 120 جرام من الزبدة اللي هي ستورك بتاعة الخبيز، أو ممكن تستعمل الزبدة العادية، ولازم تكون باردة، يعني كله بارد في بارد من التلاجة. وبضربهم لحد ما كده الزبدة تبقى كده كريمية وتتماسك معاي. وهنا السر في ملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد، وما بضربها بالخلاط، ببتدي بستعمل يعني ايدي او السباتشولا، عشان ما بحب انه انا استعمل كده المضرب بعد ما بضيف بودرة الكاسترد. بالنسبة للدقيق، احنا هنا هنستعمل الدقيق الذاتي التخمير اللي هو السيلف ريزنج فلاور، بكون نخلاه ومجهزاه، وبضيف معاه نص ملعقة كبيرة من البيكنج باودر ونص ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. جمعا بالنسبة للدقيق أنا استعملت 3.5 كوباية من الدقيق الذاتي التخمير. واستبدالا لو ما عندكم الدقيق الذاتي التخمير ممكن تستعملوا الدقيق العادي، بس تزودوا كمية البيكنج باودر والبيكنج صودا عشان ده ما فيه بيض. لو عايزين تضيفوا ممكن تضيفوا بيضة واحدة فقط. وزي ما ذكرت عشان يكون القوام بتاع البسكويت جوز الهند ده هش وكده شبيه للفيانيز بسكيت، تكونوا نخلين الدقيق. اول ما العجينه تلم معايا القوام بيكون بتاعها كده ناعم، حاجه ما بين البيتي فور، وما كتروا الدقيق عشان ما يكبس معاكم. شايفين كيف العجينه؟ هنا انا هستعمل القمع بتاع سويت دهب او لينا دهب، لكن اهم حاجه بدهن المفرمه شويه بزيت عشان العجينه ما تلصق في المفرمه دي. عايزين تعملوه برضو بمكبس البيتي فور ممكن تعملوه، او حتى بكيس التزيين برضو ممكن تعملوه، لكن المفرمه رهيبه وقمع رهيب. ببرمه وباخد الكرز دي الشيري جليز. وبالنسبه للفرن ما بياخد كتير في الفرن، بسخن الفرن على درجه حراره 180، بياخد تقريبا 12 دقيقه لحد ما اللون يحمر. احنا بنحبه احمر، ممكن تسيبوه لونه فاتح، في ناس بتحب لونه ابيض. والوصفه رهيبه، وان شاء الله تطلع اكسبلور وتصل 10 مليون. من كتر ما هو حلو ما حتى كملنا التصوير له.